موضوع مهم غنتناولو هذا النهار ان شاء الله، اللي هو موضوع التغذية وصحة المرأة الحامل والمرضع خلال شهر رمضان. دكتورة عائشة فضلي، تخصص أمراض النساء والولادة، المصحة الدولية رياض النخيل. لهذه المسألة هذه علاش غنتناولوا هذا دابا؟ لأن كيجيونا أسئلة كثيرة من طرف النساء الحوامل ومن طرف النساء المرضعات. واش نصوم رمضان ولا ما نصومش؟ ما كاينش حكم واحد بالنسبة لجميع النساء، لأن كل وحدة بالظروف ديالها، لا ظروف التغذية ولا ظروف العمل ولا ظروف النفسية، واش في بداية الحمل، واش في المتوسط، في الوسط ديال الحمل، واش في الأخير ديال الحمل. يعني كاينه اختلافات كثيرة ما بين النساء. على العموم خصها تكون تغذية متوازنة فيها كل ما يجب بواحد القدر معين من البروتينات اللي كتشمل اللحوم والاسماك والبيض الى غير ذلك، تكون متوازنه. لا سيما في الشهور المتاخره يكون من الافضل يكون يعني وجبات متقاربه في الليل بطبيعه الحال، ويكون داك العطش مثلا اللي كيكون خلال النهار يتعوض شرب الكثير من السوائل في الليل بطبيعه الحال. انا استثني الحالات المرضيه، مثلا الام عندها مرض معين كيقتضي مثلا تاخذ الدواء يعني على فترات معينه كل 6 ساعات ولا كل هذا. في هذه الحالات ولا سيما اذا كان زعما دواء اللي هو لازم انها تاخذه، هنا كان يمكن المراه يعني عندها رخصه الافطار. ولكن اذا كان مثلا دواء غير كفيتامينات ولا غير كمكملات غذائيه وهذا اللي يعني ما يستاهلش انك تفطر المكملات الغذائيه، يمكن الانسان يستعملها بدل من النهار يستعملها في الليل. المراه اللي عندها مثلا امراض اللي هي كتداوي عليها، مثلا السكري، مثلا ارتفاع ضغط الدم، امراض اخرى كتكون امراض المناعه، كتكون امراض الى غير ذلك، هنا ما كتصومش باش كيمكن لها تاخذ الادويه ديالها يعني في داك على مواقيت محدده، ما تفوتش هذيك المواقيت. بالنسبه للمراه المرضع انا كنتشدد فيها، وهذا اجتهاد شخصي، كنتشدد فيها اكثر، لان هذاك الصيام كيؤدي الى تقليل الكميه ديال السوائل اللي كتشربها السيده المرضع خلال اليوم. فانا تنصح زعما لا سيما اذا كان الحليب الرضاعه الطبيعيه هو التغذيه الاساسيه لهذاك الرضيع، انها ما تصومش يعني تقدر ترد هذوك الايام خلال العام، لا سيما في ديك الاشهر اللي كتكون فيها نهار قصير. شنو اللي كيأثر على الارضاع الطبيعي؟ كينقص الحليب بزاف حيت كتنقص السوائل. بعض المرات كيمكن المراه تعوضها بتشرب بزاف في الليل، ولكن رغم ذلك ملي كيكون النهار طويل كيصعب عليها انها يعني تناول ديك الكميه الضروريه من السوائل. كل حاله راه هي حاله خاصه، وضروري ما تستشر مع الطبيب اللي كيباشر المتابعه ديالها. ما تاخذش مثلا اجتهادات اخرى وتطبقها على نفسها. كملخص ضروري يعني المراه الحامل في مساله الافطار او لا الصيام ديال شهر رمضان تلجا للطبيب ديالها، هو تيعرف الحاله ديالها ويمكن له يعني يتدخل بطريقه ناجعه بلا ما يضر لا الجنين ولا الام. رمضان مبارك سعيد لنا ولكم جميع المسلمين ان شاء الله.